السلام عليكم زميلين ديالي فيما كنتو، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ديالكم ان شاء الله تعالى. ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو عباره عن غنعاودكم على معاناتي او قصه ديالي على مرض ديالي، يعني نزولا عن طلب بعض المتتبعات او نقولوا صديقات في القناه، حيتاش لاحظت شي 5 تعليقات ولا 4 باش ما نكذبش، المهم مختلفين، الاشخاص مختلفين كيطلبوا مني نهضر في هذا الموضوع هذا. المهم نعاودكم القصه ديالي اولا موضوع هذا المرض هذا. وانتم شوفوا واش كاينه، واش كاين شي تشابه زعما في الاعراض وداكشي. المهم هذه قبل 19 سنه كنت عايشه حياه طبيعيه جدا، الحمد لله رب العالمين. انسانه نشيطه، ما عندي حتى شي مشكل في شي حاجه، بصحتي بالعافيه ديالي. ما كانش عندي شي سمنه مفرطه باش نقول زعما ما كنتش غليطه هايده باش نقول بالسبب انا هو الغلطه. كان غلط، كان ضعاف عادي جدا. المهم طبيعيه بكل شيء، في جميع الحالات ديالي طبيعيه، ما كانش عندي شي مشكل اللي يخليني نمرض بهذا المرض هذا. لم يكن في الدار ديالنا ولا بعد الزواج. انا بداني المرض بالضبط في 2006، يعني بعد الزواج ديالي بشهور قليله. ما عرفتش شنو هو السبب لهذا المرض هذا، ما عندي حتى شي سبب واضح. ما كنت عايشه لا في الباديه، ما كنضرب تماره، ما خدامه، ما حتى شي حاجه، عايشه مرتاحه جدا جدا. المهم كيف ما قلت لكم كنت عايشه طبيعيه حتى 2006 شهر 7 بالضبط. بدا رجلي كيتورم، بدا واحد تورم في رجلي، يعني رجلي بدا كيتنفخ بدون اي انذار، يعني سابق انذار. يعني ما كاينش شي سبب، شي مرض، شي طيحه، شي حاجه. اذا كانت شي جرحه في القديم اولا شي حاجه هي اللي سبت لي، الله اعلم. يعني كنا صغارين اولا كتجي شي فتره كضرب رجلك في شي حاجه ما كتردش بال كيبرا صافي، الله اعلم. يقدر يكون هذا سبب من الاسباب، يقدر كيف ما كيقولوا لي، كيقول لك العين، يقدر الله اعلم. المهم رجلي بدا في شهر 7 في 2006 بدا بالتورم، بدا كيتنفخ، يعني رجلي بدا الشمال بدا كيتنفخ كيكبر على الرجل الاخر اللي هو اليمين، طبيعي جدا لحد الان الحمد لله. صافي بديت كنمشي عند الطبيب اللي قريب. يعني كنت ديك الوقت كنت ساكنه في مكناس، كنت كنمشي عند الاطباء اللي قرابين. عدد الجلد، عدد العظام، هادي. من بعد عاوتاني كنت رجعت لطنجة، عاوتاني نفس المنظر. يعني جيت كنمشي عند الاطباء هيدا، الجلد، القلب، كل مره اش من طبيب كنمشي عنده. ما كاينش شي تشخيص بصفه نهائيه، ما عدا واحد الطبيب قال بان هذا المرض ما عندوش شي علاج. الطبيب كان د القلب، ما عندوش العلاج ديالو. كمشى معايا با مسكين، داني عندك الطبيب، وهذاك الوحيد اللي كان قال لي بان هذا المرض يعني كاين، ولكن ما عندوش شي علاج. خصك تلبسي واحد الباندات باش ما كيتزادش. ما هضره ما دخلتليش لراسي. المهم بقيت شحال هيداك عاوتاني ملي كنسمع شي حاجه ولا شي كنمشي نعزم زعما هيدا، حيتاش كانوا بحال واحد جوج د العوينات في بسطه رجلي. سبحان الله العظيم بحال عطات الناموسه يعني. المهم انا ما حسيتش بشي حاجه عطتني ولا شي حاجه. المهم ديك اللعيبات اللي تما، وعا كان شحال هادي نضت لي بداك الموطع هذاك في بسطه رجلي، نضت لي واحد الدماله، وكنت يعني عزمت عليها وبرات لي. الله اعلم واش دخل الميكروب من تما ولا شي حاجه اخرى، الله اعلم، اولا العين كيف ما اغلبيه كيقولوا لي، الله اعلم. المهم كنتمنى نكون واضحه في الهضره ديالي كتوصلكم معوطه. صافي يعني هادشي اللي كاين. بقيت مده 3 سنين وانا من طبيب لطبيب، ما كاينش شي طبيب معين او لا اختصاصي او لا شي حاجه اللي كتعطيني شي امل او لا شي علاج. التجارب يعني هاد الدواء جرب، هذه الدوره الدمويه، هذه فصافي. يعني كاين شي حاجه 100% زعما هذا المرض هذا او لا شي واحد شخص لي مرض بالاسم يعني ما كايناش بالاسباب، ما كايناش. حتى عام 2800 كنت حامله ومشيت نولد في المستشفى محمد السادس في طنجة. المهم الأذان يدن ونرجع لكم إن شاء الله. أنا رجعت لكم. المهم قلت لكم ملي مشيت نتسمى المستشفى محمد السادس لحضور قبلات وممرضات بأنه أنا عندي واحد المشكل. عيطون واحد الطبيب شافني، من حسن الحظ كنت واحد الطبيبه عاد جات مربط، اول مره عاد تجي مربط، وكانت تما. عيطوا لها، شافتني صافي وعطاتني موعد نجي عندها
المستشفى ضد الضمان الاجتماعي، كلينيك الضمان الاجتماعي. صافي مشيت لداك الموعد هذاك، تلاقيت معها، شافتني، كتبت لي واحد البرا باش نمشي نربط. هذه في 2008. المهم من بعد مشيت نربط عند الطبيب اللي صيفطتني عنده، شافني، شخص الحاله ديالي وقال لي بانه عندي لامفوديم. ما بقيتش كنبغي نقول اسمه بالعربيه هذا المرض هذا، حيت شي كنقول اسمه صافي كيجيني واحد الاحساس خايب بزاف، وكيجيني بحال نوع د الاكتئاب. يا ربي تسمح لي، هو الحمد لله رب العالمين مرض داكشي اللي ما كان اسمه هو مرض. المهم مرض اللي اسمه داء الفيل بالعربيه. ما انا ملي بديت نعرف ننطق لانفوديم كنفضل نقول لانفوديم، واخا الناس ما كيفهموش. مثلا كاين ناس كيجيهم فضول كيلاحظوا رجلك مريض كيقولوا كيفاش مريضه، كتقول لهم لانفوديم، كتجيك اسهل وافضل وصافي. صافي المهم شخص لي هذا المرض هذا. مهم انا ما عرفتوش، ما استوعبتوش حتى اول مره نشوف هذه الحاله شفتها عندي انا. المهم داك الطبيب كتب لي واحد باندات وقال لي نمشي نجيبهم موطع فلان فلاني واجي زعما باش نوريك طريقه الاستعمال. فعلا مشينا، جبت ديك الباندات، شريناهم واحد موطع تما، وجينا وراني طريقه الاستعمال. وكان التعامل ديالو مزيان بزاف صراحه، الله الله عمرت التعامل ديالو كيشرح القلب. هادشي في السويسي، كان تما اللي اول مره مشيت نتما. صافي وراني طريقه الاستعمال د الباندات. المهم بعد داك الشيء يعني قلت صافي بدا العلاج عن برا ان شاء الله. جيت من الرباط، صافي بديت كنعمل باندات وداك الشيء، ما كايناش العلاج. يعني هو ملي كتبع مثلا ديك الهباري كضربهم في الوقت، كتعمل ديك باندات، كتشرب ديك الدويه اللي طلعت لك شويه السخانه، يعني فهمتي، يعني كتكون ماشيه مزيان. يعني كيفاش مزيان؟ الرجل ما كيتزادش، ولكن هي كتفاير شي شويش كيرجع نهار واحد مثلا ما كنعمل شي باندات في رجلي لحد الان. هادشي هاد السنين كامله كتحس بان رجلك متزير عليك، وكتحس بان يعني كيتزاد. سبحان الله العظيم. صافي يعني بدات معاناه اخرى، يعني ما عرفنا شنو هو والعلاج فين هو. يعني اش غنقول لكم، اللي يحس بهاد الشيء هذا غير اللي مجرب كيف ما كيقولوا، اللي عنده نفس المشكل ديالي هو اللي يحس بهاد المعاناه هذه. المهم هيدا بقيت شحال يعني مستمره بداك العلاج هذا، كنمشي كونترول. صافي مده طويله حتى 2018 كنظن، ولا اواخر 2018 هيداك. المهم وانا كنجري للعمليه، خصني نعمل العمليه. قال لي عقلي انا ما نعمل العمليه رجلي عايبره، اي يفتحوا لي رجلي داكشي غيخرج. هادشي اللي كيقول لي عقلي. الطبيب يعني كان مأخر موضوع العمليه، لان خصك واحد المده تكون كتجلس بعقلك، يعني كتشبر راحتك، كتعمل التربيط الطبي، مخرجي التربيط الطبي، كتخلي رجلك يرطب مزيان باش ملي كتعمل العمليه كتنجح اكثر. يعني هي ما كتنجحش 100%، ولكن على الاقل كينقص لك واحد 30% من نقولوا الشحوم الزائده اولا ديك الزياده اللي عندك في رجلك. صافي يعني بديت العمليات في 2000 ونقولوا و18 كنظن 2019 من بيناتهم هيدا. جينا شي واحد كيدوق. المهم فتحنا الباب، ما عرفتش هذا كيدهشوني، واخا علمهم زعما راه غنسجل الفيديو، كيبغيو يخربقوا لي الافكار ديالي. المهم معاناه اللي هي كبيره. وصلنا للعمليه ياك انا دغيا ما كنختصر باش تعرفوني ظريف، مابقاش نداوم ونبكي ونقول لكم معاناه بالتدقيق. المهم صافي بديت كنعمل العمليه الاولى، عملتها ديك الساعه. قال لي عقلي صافي انا برا غيفتحوا لي رجلي، هيدا داكشي غيخرج، غيشدوا لي غنخرج رجلي في حلقه. ديك الساعه لا ماشي هيداك، يعني هذا مرض مزمن كيبقى معك حياتك كامله الحمد لله. وكنتمنى ربي يحمي بالشفاء. حتى هادشي اللي كنتبعو هو علاج، اي دواء كنعملوه، عمليه، اي حاجه كيتم علاج كنتعالجوه عند الاطباء، ولكن الشفاء كيكون باذن الله سبحانه وتعالى. مع اذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء ديالي ود اي واحد، فربي الحبيب يرزقنا في الشفاء ان شاء الله. اللهم شافينا وعافينا وهدينا وثبتنا يا ربي امين. المهم المعاناه د هذا المرض هذا، يعني واخا بعض المرات كتخرج على السيطره، كيخرج على السيطره، يعني مابقاش تسيطر عليه. كيفاش زعما؟ واخا انا الباندات كنعملهم، اللي بالي كنضربهم،
الدواء كنشربو، يعني الترويض كنعمل قد جهدي زعما، حيتاش الترويض كيدي مصاريف بزاف، واخا جاب الله وعندي ماكينه مشاو لي لي بوط ديالها. المهم الترويض والدواء والعلاج والباندات كيديو مصاريف، يعني خصك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فحال باندات يعني كيعملوا، أنا بالنسبة لي واخا هما كيعملوا مثلا قطعة وحدة 420 درهم، قطعة وحدة 400 درهم، قطعة وحدة 100 درهم، حتى 4 طبقات. أنا رجلي حتى رجلي مبنان حتى نصي، خصني مجموعة وحدة ما كافيانيش، فخصني عدة مجموعات. بحال دابا ديك موبيدير ملي فيها مربعات، الناس اللي كيستعملوها يعرفوها، كيخصني منها 4، يعني مجموع كامل خصني شي 2500 درهم. ومثلا هاد الموبيدير ملي بغيتي تستعملها بالانضباط وداكشي مع الصبي كتمشي وكتقطع، فخصك على الاقل واحد 6 شهور تبدل، فهمتي. اللي بالي ماشي غاليين بزاف. الترويض نتوما عارفين 250 درهم الحصه، الا شاتك غتسكن معاها تخلي لك 200 درهم، ف الغالب الله. المهم مضاعفات اللي كيجيوني مضاعفات، كطلع لي سخانه بزاف، رجلي كيدعدع كيرجع حمر فيه بحال الحبيبات هيدا، بحال حبيبات الحب الشباب، بحال بوشويكه كيف ما كيقولوا. ورجلي هيدا ثقيل، ما كنقدرش نتحرك، ما كنقدرش نمشي للطواليت، ما حتى شي حاجه. صافي واحد الحاله صعيبه، بعد ما كيعمل بحال الثقبه في رجلي، كيبقى يخرج منها واحد السائل، السفيفارشتيتو. وماشي سائل، سائل تقول غريفو مشعول، يعني واحد الحاله وما قدرش كلشي فازك بطانيه. بعد ما كيجيو هيدا الطاسه كتعمر ديال الطواليت تخويها بنتي ولا شي حاجه، وانا في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، ما كنتحركش، ما قدرتش نمشي للطواليت. المهم داكشي صعيب، اللي كيمر من هو اللي يعرف صراحه صراحه. المهم عذاب شديد صراحه. يا ربي وحفظنا من تجينا، يا ربي وشافينا، وكنتمناو الحاله ديالنا تبقى مستقره وداكشي. ما كنقدرش حتى نمشي للطواليت، صعيبه ديك الحاله، ما كيعجبنيش تتفكرها. صافي كتضطر تدخل للطبيب، كتبقى واحد المده تما كيعملوا لك الانتيبيوتيك في العرق، وحتى هو غالي زعما. راه نتوما عارفين الناس اللي كيشبروا فراش وكيعملوا ديك الانتيبيوتيك، راه كتوصل لك بعض المرات 600 درهم في النهار، 700 درهم في النهار، حسب يعني شنو يخرجوا لك، فهمتي. كيعاونوك شي حاجه من الطبيب، حيت كتشبر الطبيب. انا كنشبر ما كنكونش شبر فراش، كنكون في الطبيب الدوله، ولكن ما كيكونش الطبيب من داخل كاين الدواء كامل، يقدر يكون واحد كيعاونوك به، اما باقي اللي مهم اللي غالي كتشريه من برا، فهمتي. ف الا نعستي 10 ايام في الطبيب فعول عليها. المهم الحمد لله كتنزل عاوتاني الحاله، كتراجع، كنرجعوا الحاله مستقره عاوتاني، كتبدا في الروتين ديالك باندات وداكشي. المهم كنتمنى الافكار تكون مرتبه وما كندوخكمشي، حيت ما كنعرفش نعاود بزاف. المهم انا من 2018 حتى دابا عملت 4 العمليات، عملت 3 نتاحيت، والرابعه عملتها في جهه الفخذه. ودابا هادي اكثر من عامين 3 خصني نعمل واحد العمليه، عامين واقيلا دابا باش خصني نعمل عمليه اخرى، بقى اليوم غدا اليوم غدا. المهم الظروف ما كتسمحش انك تمشي في الوقت اللي بغيتي، وهيدا وهيدا نتوما عارفين. صافي انا اللي ما كنقدرش عليه هو الرجل كيكون ثقيل عليك، يعني ملي كتكون كتمشى الرجل ثقيله بزاف، كتطلع في الدرج بصعوبه. النعاس صعوبه. دابا انا نعاس طبيعيه جدا، ففي الصباح ما كنقدرش نوض، الحريق في رجلي بزاف، خاصني دائما رجلي مرفوعه وكتعيا. اصلا انا بديت ثقلت، ماشي غير رجلي، ورجلي ثقيله عليا بزاف، يعني في الحركه ما كنجي نتقلب، ولا ما كاينش رجلي مزير، مشكله في الخدمه صعوبه. والحياه ما كترحمش، خصك تكون قويه، يعني خصك تعرف كيفاش، ماشي تعرف، خصك تحط راسك في امر الواقع، تقول هذا هو الواقع ديالي. انا واحد انسانه مريضه جدا، واش صافي عن السيستم بقى نعسه في فراش حياتي كامله؟ لا، خصني نتحرك، وبالخصوص انا عندي وليداتي، عندي عائلتي، عندي كل شيء، يعني الحمد لله. فخصني نعيش حياه طبيعيه. كيفاش نعيش حياه طبيعيه؟ خصني انا نخلق راسي الحياه الطبيعيه. كيفاش؟ صافي نستسلم للاعاقه؟ ميمكنش. دابا كنحس انا عندي واحد العضو من الجسم ديالي معاق، حيتاش ثقيل بزاف. واخا انا كنتمشي الحمد لله ملي كنكون الحاله مستقره، كنتمنى ربي ما يرجعليش ديك الساعات اللي كنكون في الارض هيدا صافي منعدمه الحركه، ما كنقدر نتحرك، الحريق، السخانه، الهلوسه كتجيني مره بديك السخانه ملي كتطلع بزاف.
اش غنقول لكم صحابي اللي طلبتوا مني نهضر في هذا الموضوع؟ الله يحسن العنوان ديالكم، الله يحسن العنوان ديالي انا. واحد الحاجه اللي كتكون عايشه معاك صعيب، فهمتي؟ صعيب انك تعيش معاها. دائما الامل كيبقى كبير عند الله سبحانه وتعالى. الامل ديالنا في الله كبير الحمد لله، ولكن الواقع مر صراحه. الواقع مر، خصوصا الانسان اللي كيحب الحياه. انا كنت واحد الانسان كنحب الحياه، كيعجبني نعيش يعني، فهمتي؟ يعني واحد الانسان ما كيعجبنيش يكون فهمتي؟ كيعجبني نفرح، كيعجبني نعيش اللحظه ديالي كيف ما هي وتكون مزيان، فهمتي؟ صافي الوضع صعيب صراحه مع هذا المرض هذا. ماشي بسيط صراحه. هو اللي يعرف في هادشي هذا غير اللي بحالك. الله يعاوننا والله يشافينا والله يعافينا. صافي هذه هي القصه. هذا المرض هذا معاناه جدا، وبالخصوص ملي كيكونوا مضاعفات اللي كتكون موقعه فيهم. كضطر انك تدخل لنا الطبيب، كضطر، وخصوصا مصاريف. يعني مره يكون تقدر تمشي للطبيب ومره لا. وهادشي هذا ماشي تسمعوا شي واحد كيقول هذا كيتسمى شكوى، لا. حيت انا بزاف مشيت للطبيب بزاف، وشبرت فراش بزاف، وعشت مع الناس بزاف. راه كاينين ناس مثلا كتجبرهم باعوا الدار في سبب المرض. تجيكم غريبه ولا تقول الطب الدوله، والطب الدوله كاين، ولكن ما مثلا بزاف د الدواء شي حاجه مكيكونش عندهم من داخل، بانطات ماشي من داخل، بزاف د الحاجات. ومثلا حاليا دابا نقولوا حنا المستشفى الجامعي هو فيه قالوا الترويض. انا باقا لحد الان ما مشيتش نشوف نتبع الترويض لان بعيد بزاف، مصاريف المركوب. مي عاد نجي نمشي حتى ندخل طنجه، غنكون صافي رجلي زاد واحد 5 سنتيم، يعني نتسنى النوبه وندخل وداكشي، فهمتي؟ المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا. في وصلنا قلت لكم عملت 4 العمليات لحد الان، ودابا ان شاء الله خصني نعمل العمليه الخامسه. كنتسنى ربي بيسر امري. راه مشيت للطبيب نهار الاثنين هذا، وخرج لي شتي الدواء عاوتاني، وكتب لي ميديا. دابا ابار داك بانداد موبيدير ملي كيتلوا اللي قلت لكم خصني الطبقات ديالهم. عاوتاني كاينه ميديا كخصني كوموندي عليها. كل شهر كنبقى نمشي كوموندي عليها. دابا ان شاء الله نعمل فيديو شهدوا ليا الشهر القادم ان شاء الله تعالى غنكوموندي عليها. غنكوموندي عليها عند واحد السيده جات في واحد الشارع. حتى نمشيو نجربها باش نقول لكم العنوان ديالها، حيت بزاف الناس كنعرف عندهم نفس المرض ديالي وكيبغيو يشريو بحال هاد الباندات ويكونوا ماركات مزيانين، ما كيجبروش. حيت انا كتوقع لي بزاف كنشري باندا كنجي كنلبسها كتقطع لي مع اللبسه. شي فيديو نوريكم باندات اللي عندي انا هاد العام هذا شحال غتصدموا، فهمتي؟ غتقولوا غتقول الدراما الا زعما مصاريف بزاف كيمشيو داك الباندات. وبعد ما قسما بالله كنجي نلبس باندات حتى كنبدا نبكي. يلا كنبغي نطلعها هيدا كتعمل تشرخ كتقطع، حيت الكاليتي ديالهم ماشي ديالنا حنايا. حنايا خصنا واحد الماركه خاصه، هذوك الميديات يكونوا بالعبار. جبرت وحده الحمد لله مؤخرا ماشي بزاف، كنقدر نكوموند عليهم، كتجيبهم من اسبانيا وبالعبار. كيكونوا ديك الطرطقات ماشي الطرطقات، داك كانجوس اللي كيتشدوا هيدا كتبداها من جهه دبران وانت طالعه، يعني مزيانه ما تبقاش تخشيها، فهمتي؟ حيت حنا عندنا رجل ماشي يعني بحال خاهن، فهمتي؟ ماشي بحال الناس اللي عندهم مثلا الدوالي يعني العرق، فهمتي؟ هذا ما كان. يلا كيرونوني في الافكار ديالي. كنكون ماشيه في فيديو معاوطه كيجي شي واحد يعمل لك شي حاجه. المهم قلت لكم ملي كيجي لاباس الباندا كتقطع صافي كتكحلي الدنيا ديك واحد 5 دقائق ولا 10 صافي. الحمد لله رب العالمين. هذا هو هذه واش بغيت زعما هذا الموضوع هايدا نهضر معكم فيه، ولا زعما بغيتو تسمعوا الحلول ولا شي حاجه. الحلول اللي كاينه هي هذه. كتعمل باندات، كتعمل واحد اللي باري في 15 يوم. كتعمل كاينه واحد الدواء باستيات اما ساشيات، وكاينه واحد باستيات ديال الدوره الدمويه. وديال الانتيبيوتيك كيتشربوا حتى هما. ديك اللي طلعت لك السخانه شويه كتشريهم ضروري، كتشربهم 10 ايام. الا ما طاحتش السخانه كضطر تمشي تنعس في الطبيب. هذا هو هذه. وكاينه الباستيات ديال الدوره الدمويه، واللي بالي قلت لكم الانتيبيوتيك هذوك مرات 15 يوم مدى الحياه. يعني كلشي كل مره كتجدد الورقه. هاد الايامات ما كانوش يبقاو كيبغيو يضربوهم لي، حتى مشيت جددت الورقه. يعني كتب لي الطبيب دواء جديد، ورقه جديده، تاريخ جديد، عاد بداو كيضربوهم لي. المهم
شني اخر قلنا باندات، وهذا الدواء هذا الترويض الطبي والرياضه. الرياضه خصك واحد الرياضه معينه، ما تهش الثقل. الحركه ديال البيسين بصح مزيونه وكتعاونك في الحركه. انا جربتها في واحد، كنت عملت العمليه الاخرى وكنت قررت زعما غنجي نبدا حياه جديده، نهتم براسي وبصحتي. رجعت لالا نسيتي كلوب، وحتى هما عندهم لا بيسين والثمن مناسب، كتخلص في العام 2000 و 1000 يعني 100 الف فرنك و35 الف فرنك، ناقصه 25 درهم في عام كامل. كيبقى خاصك تفز المركب. انا بعد مرات سبت المركب ما كنمشيش. المهم دوزت واحد المده تما ما كملتش العام حتى جاوني مضاعفات عاوتاني د المرض وشبرت الركنه، ومن بعد ما عاودتش الاشتراك. كل مره كنقول كيجيو احداث في الحياه، انا ما عندنا شي حاجه وحده مشكله في الحياه. ومدخل ما كاينش زعما كبير اللي عتبقى تعمل داكشي للصحه ديالك وداكشي واخا كتحاول. انا في واحد الديفو، ما كنعملش الريجيم مزيان حتى هو مزيان. الانسان على خفاف من ناحيه جسمك كامل مزيان، غتعاون راسك، ولكن ماشي باش يبرا رجلك، باش نكونوا واضحين. راه هاد المرض هذا ما عنده حتى علاقه بالريجيم ولا بماكله ولا شي حاجه. مزيان بنادم يخفف باش ما يثقلش على رجلو كثر ورجل الاخر. بحال دابا انا حيت الوزن ديالي زايد مأثره حتى على رجل الاخر، جاني السياتيك يعني بسبب كنظن الثقل ديالي. بعض المرات الا تعبت شويش كيحرقني، وخصوصا دابا كنفكر نخدم. علاش لا ان شاء الله تعالى، حيت انا انسانه ما الظروف اللي حطتني في الروتين. اما انا ما كيعجبنيش الروتين، كيعجبني الحيويه، كيعجبني نعيش حياتي طبيعيه جدا. هذا ما كان يعني الحمد لله. انا بعض المرات كيجيني واحد الوضع باش ما نكونش نكذب عليكم، تقولوا هذه صراحه نموذج مزيوان وداك الشيء. راه انا كيجي شي وقت كنكون كندخل في واحد اكتئاب يعني بشي شكل. ولكن غالب الاحيان كنت عايش مع المرض ديالي، كنعيش مزيان، كنعيش عادي طبيعيه جدا. ملي كيكون الحرق انا كنتصنت له، فهمتي؟ في نفس الوقت عايشه حياتي عاديه متعايشه مع هذا المعنى هذا الحمد لله. حتى جا من عند الله سبحانه وتعالى، ماشي انا سببت فيه، ماشي كان اهمال مني. حتى ملي كان الاهمال فاش غيكون من بداني مرض ما عرفتوش، ماشي انا الطبيب يعني. خاص الاطباء يكتشفوا هذا المرض هذا ويعرفوا. بحال تبارك الله واحد السيده، تحياتي ليلى، كنعرفها في التليفون. يلاه هي ما عرفت حتى واش عندها هاد المرض ولا لا، يعني بداها شتيتو راه دابا حتى شافتو عند الناس. وهي كتقولي انا ما نقدرش نكون هاد المريض هذا، ما كنتمناش زعما هاد المرض هذا صعيب بزاف، ما نقدرش نتعايش معاه وداك الشيء. وكنت هكا تعبر رجلها كيبان لها رجلها بحال اللي تنفخ على اخر. مشات عند الطبيب قال لها لا هذا ماشي هي خصها يعمل معها كلشي، اكد لها بان ماشي داك المرض. هما بعض الاطباء خصو تتصل في رجلك رجع قاد هذا عاد يقول لك هذاك المرض تشوفوه بعينه. اما يعني في البدايه فهمتي باش مراه حتى شي واعيه الحمد لله وقاريه وواعيه. هي بزاف الفيديوهات صيفطتهم لي، بحال مثلا هاد الميديات انا اللي كنقول لكم خصني نكوموندي عليهم، انا شفتهم ماشي بزاف. ولكن شكون اللي زاد دخل لي الفكره بان باندات هذيك الميديات ماشي بحال الميديات العاديه اللي كنشري انا. هاد السيده هذه لانه صيفطت لي واحد الفيديو كيشرح واحد الدكتور فيه، يعني كيقول لك الناس اللي عندهم رجل يعني مزيان بحال دابا المشكل ديال اللي باغي ممكن يشريو هذوك اللي واجدين. بحال الناس اللي عندهم لانفوديم باين يعني دائر في الواضح رجلهم مريض بزاف، فخصهم هذوك العبار حيت السمك كيعمل هيدا بديك الميديا يقول السمك هذه ماشي بحال هذه، فرق كبير. يعني زاد دخل لراسي هذه المعلومه، وهذا الفيديو بفضل ديك المراه صيفطاتو لي. يعني علاش انا فكرت نبقى نعمل هذا الفيديو واخا الناس يطلبوه مني باش نستافدوا، ما يكونش هذا اخر فيديو. الا بغيتو نفتحوا نقاش في هذا الموضوع هذا، ضروري خصنا نوعيو بعضياتنا، نشجعوا بعضياتنا الناس اللي عندهم هذا المرض او شي مرض كيشبه هذا المرض، فيعرفوا بان الحياه ما كتوقفش عند المرض، سواء كيف ما كان هذا المرض هذا. خصنا نستمروا في الحياه ديالنا، نعيشوا طبيعيا، نحاولوا الحمد لله نعيشوا بالرضا، نكونوا راضيين قضاء الله سبحانه وتعالى. حنايا ما اخترناش هذا المرض او ما اخترناش بزاف الحاجات في الحياه ديالنا. هذا ما كان مهم. كنتمنى نكون واضحه في الفيديو ويستافدوا منه الناس، بان عصام فيتكم فوالو الصراحه. حتى هذا المرض ما ماشي يجيب لكم مثلا العلاج ديالو ولا شي حاجه، ولكن اللي كنبغي نقول حتى الناس اللي عندهم فكره بحال اللي كانت عندي شحال هذه انا 1 سنين
بان صافي رجلي ما كيبراش، علاش نلبس باندا، علاش نعمل الميديا، علاش نلوي رجلي في كل، بصح العاده في الشديد كتلوي رجليك قلبك كيسكت لك. ولكن ضروري حيت الا ما عملتيش باندا عيتزاد، الا ما عملتيش ميديا عيتزاد. بحال دابا مثلا تكون خارجه حضاره شي حاجه خفيفه، لبس ميديا. عتكون عتوقف في الكوزينه ولا عتخدم ولا شي حاجه، ضروره احكام. انا كنت ما كنقدرش نقول بان خصني نخدم ولا شي حاجه، دابا كنقولها لان بصح الحياه ما كترحمش. كلشي دابا حنايا ماشي، والغلا كيتزاد، متطلبات الحياه كبيره بزاف، وبنادم ما كيرحمش، والانسان كيحكم بالمظاهر. فهمتي؟ اصلا دابا بنادم يبغى يقول لك كيفاش كتعمل، تضحكك علاش كتضحك يعني. تينا كيفاش عامله مثلا، ظروفك كيعرف الظروف ديالك مثلا كيفاش كتعمل، كيفاش كتعمل. انا راضيه راضيه الحمد لله رب العالمين، هادشي اللي عامله، راضيه بقضاء الله سبحانه وتعالى، وكانت عايشه معاه. وكواليس الناس يعني كواليس الحياة واحد اخر ما كيعرفها غير هو. شي دابا انا عندي حياة ديالي، حتى لي صار مثلا عندي يوتيوب اولا كنتلاقى مع الناس. انا ما نظهر لك داكشي اللي بغيت انا يظهر. مثلا غنضحك معاك، شنو نقول لك مثلا، شنو غتعمل لي نتينا؟ طبعا غنضحك، غنشط، غنجوز اللحظه ديالي باش حتى انا نرفه على نفسي. ماشي دابا انا كنقايل مثلا في واحد الظرف ملي غنتلاقى مع شي واحد اخر غنبقى كنحرق رجلي كيحرقني، عايشه في العذاب، عييت، ما يفيدني في والو. كتجي شي واحد كيكون مقرب لك، كيفهمك، كيحس بك، كتشكيلو كيشكيلك، عادي زعما. حق ماشي خصو يكون روتين اللي تلقاك تبقى تندب هذاك. وساعات في الاخر كنقولوا حنا صابرين. الصبر كيفاش كيكون؟ شنو هو دليل الصبر؟ دليل الصبر هو انك تقول الحمد لله، وتكون واحد انسان بشوش وعايش حياتك متعايش مع الوضع ديالك. ملي كتلقى مع الناس ويقولوا لك كيف نتينا، كتقول الحمد لله رب العالمين. حيت اصلا الناس ملي كيسقسيوك كيف حالك، ماشي كيقولك عاود لي قصص حياتك ولا فهمتي، هذا كيسقسيوك من باب الصواب، يعني كيف عامل لاباس مزيان. فواجب علينا نقولوا لاباس الحمد لله رب العالمين على كل حال. هذا مكان المهم دعوتكم لي والله يشافي كل واحد يا ربي امين، ودعيو معايا. فانا كنقول ان شاء الله كنحاول، واخا انا ماشي باقا ستيتوا الصراحه، بديت كنكبر، ولكن ما عرفناش احنا شحال عمقوا في الحياه. فالانسان كيزيد يكبر والصحه كتزيد تقلل. فخصني نوض دابا نكافح، نعمل شي حل لراسي، ما بقاش شي مره هيدا مره هيدا. فخصني نبدا نهتم بصحتي اكثر، نبدا نتبع العلاج، نعمل داكشي اللي خصني نعمل. خصني نبقى نشري بندات في الوقت ديالهم، نرجع نعمل حركات د البيسين بحال اللي كنت في واحد الوقت واجد زعما بحال اللي كنت. نعمل الترويض ديالي ان شاء الله تعالى. واحد الماكينه ما عرفتش كنت غنوريها لكم، ولكن فيديو اخر دابا طوال. عندي شي ناس يكون شراو في حاله ولا شي حاجه، حتى الليبوط ديالها ما جبرتهمش شي مره. علاش لا نتعاون نعمل فيديو، يقدر شي واحد يكون شاف في كيتباع ولا شي حاجه، حتى في المغرب ماشي طنجه، في المغرب كامل ما جبرتوش. يعني المغرب كامل بمعنى ستلا، طنجه، الدار البيضاء، قنيطره، الرباط، فاس. هادو فتشت فيهم وفتشت باغ انترنيت، يعني على داك الليبوط، ديك الماكينه هذيك اللي كتعمل ماساج، وما جبرتش. هما كاينين بحق ما كيجيبوهمش، ما كيدخلوهمش. ظهرت لي في واحد الدوله، ديك الدوله ما عرفتش شنو اسمها، ما فيهاش ما فيهاش فرنسي، ما فيهاش لونغلي، ما فيهاش، يعني كنترجم بالعربيه. ظهروا لي تما، ما عرفتش حتى الطايد ديالهم شنو هما. المهم باش ما خلطش الامور، قلت خلطت الامور صافي. كنتمنى ربي يحبي فينا جميعا. وهذا هو المرض، يعني معاناة من 2006 إلى 2025، يعني 19 سنة د المعاناة. سهلة عيب الدقوم، ولا يعرف هادشي عي اللي مجرب. وكنتمنى ربي يحبي يصبرنا. وهذا هو المرض، هذا هو المرض اللي قلت لي نهضر لكم عليه. صافي. الا كانت شي حاجه اخرى، شي توضيح اخر، الا بغيت نزيدو نهضروا نفتحوا على هذا الموضوع هذا، فنفيدوا ناس اخرين، نفيدوا الناس اللي عاد بداهم مثلا، باش ما يوقعلهمش الغلط. ماشي الغلط ديالنا للاسف، ولكن ما يوقعلهمش بحال اللي وقعنا حنايا. نعرفوا حنا فين نوجهوهم يمشي. كاين اطباء اللي يقدر ينصحك مزيان، حتى حنا تعطلنا مثلا بحال ديالي انا تعطلت، عاد وصلت عند الطبيب اللي مختص في هذا الشيء هذا. دابا كاينه اطباء مختصين على الاقل
يتحد المرض ما يزيدش يكبر ويرجع في واحد الوضع اللي حنايا فيه. وكاين ناس اللي كتار مني انا، فملي كندخل لليوتيوب ولا لجوجل كنعمل مرض داء الفيل ولا علاج مرض داء الفيل ولا شي حاجه، كيطلعوا لي كوارث عظمى. فكتنسى راسك صراحه. الله انا رجلي منفوخ بزاف، وملي كيجيني مضاعفات كيكونوا تقرحات جلديه وداكشي، ولكن دائما كيكون لون شبه طبيعي ولكن منفخ بزاف. هذا ما كان. الحمد لله رب العالمين على كل حال. وصافي. الا كان شي توضيح اخر نزلوه في التعليقات، وما تنساوش تبارطاجيو الناس اللي معنيين بالامر، علاش لا. ودمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.